صباح الخير، ازيكم؟ عندي رجاء خاص لأهالي الأطفال الأشقياء اللي مش بيسمعوا الكلام، اللي مش مؤدبين، اللي بيمشوا على الحيطة، اللي مش شاطرين في مذاكرتهم، اللي مش بيركزوا والحاجات بتقع من ايديهم، كل اللي فيهم كل العبر. عندي أهالي عندي رجاء خاص ان هما لأهليهم ما تشتكوش من ولادكم، ما تشتكوش من ولادكم لأهاليكم ولأصحابكم، ما تشتكوش من ولادكم ان هم اشقياء، ما تشتكوش من ولادكم ان هم ما بيسمعوش الكلام. دايما حطوهم في الصورة كويسة، ابني شاطر، بنتي شاطرة، بتسمع الكلام، مؤدبة. ما تجيبوش سيرة اي حاجة من اللي بيعملوها في المدرسة لاهاليكم. اي نعم، انا عارفة ان انتوا ساعات بتبقوا عايزين تفضفضوا وشايلين في قلبكم والدنيا صعبة والحياة مش عارفة ايه، بس ما تشتكوش. رجاء خاص والله. اللي انتوا بتعملوه في لما تيجوا تشتكوا ان انتوا بتدوا كيز لاهاليكم واصحابكم ان هم يتنمروا على ولادكم الاشقياء اللي مش مؤدبين، وهيفضلوا طول عمرهم محطوطين في الخانه دي. ومهما حاولتي تحسني الصوره او ان انت تقولي ان هم لا مش كده، وان انتوا فهمتوا غلط، مش الصوره مش هتتحسن. هتفضل طول الوقت هم شايفين ان ولاد فلانه او الفلان الفلاني ده مش مؤدب او مش شاطر، او بيعمل شقاوه وبيعمل قله ادب وبيكسر وبيتنرفز وبيضرب وعنيف وي 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 وي. هيفضلوا طول عمرهم فاكرين كده. بس مش كده، بس مش كده. عيالهم بقى، عيالهم بيسمعوا من مامي وبابي ان فلان ده مش مؤدب وشقي وبيعمل شقاوه وبيكسر وبيبهدل الدنيا وبيضرب وعنيف وي 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 وي. هم مؤدبين ومش اشقياء، ومش مسمح لهم اصلا ان هم يعملوا اي شيء. هيعملوا ايه في وجود هذا الطفل اللي مش مؤدب، الشقي، اللي بيكسر، العنيف؟ الولاد دي هتبتدي تعمل الحاجات اللي هم ممنوعين ان هم يعملوها، وهيفلتوا بالعقاب. هيفلتوا بالعقاب ازاي؟ هيفلتوا بالعقاب علشان هيقولوا ان مش احنا اللي عملنا كده، ده فلان هو اللي عمل كده، وفلان هيتعاقب على حاجه هو ما عملهاش. ومحدش هيصدقه من هنا لغايه السنه الجايه انه ما عملش كده، عشان هو متاخد عنه فكره مسبقه ان هو عنيف، ان هو مش مؤدب، ان هو في كل عبر الدنيا. فانتوا بتعملوا ايه؟ بتدمروا نفسيه عيالكم. لما طفل يفضل طول الوقت الناس بتقول عليه كده، وهو نفسه يعني في بذرة ممكن تكون تصلح ان هو يكون شخص كويس وجميل ومش عنيف ومش اجريسيف ومؤدب، مش هتكبر، لانه سامع طول الوقت ان فلان الفلاني وفلانة الفلانية، جدتي ومامتي وخالتي واصحابها شايفيني ان انا وحش، فاكيد انا وحش. المدرسة والمدرسة نفسها، يعني طبعا الا من رحم ربي، هيبتدوا يتعاملوا بهذا الاساس، لان بيشتكوا منه. فانت بتقولي هو كده، لا، ما تقوليش ان ابني كده، قولي ابني كويس، ابني كويس، ابني شاطر. ابتدي ازرعي في حته ان هو شاطر، ان هو كويس، ان هو بيعمل حاجات حلوه، هو برافو عليه. شجعي في الحته دي، وما تشتكيش من ابنك. نو ماتر وات، ما تشتكيش من ابنك. هتفضل طول حياته محطوط في خانه الطفل العنيف، الطفل الاجريسيف، الطفل المش مؤدب، الطفل اللي وكل الاطفال اللي حواليه هيستغلوا الموضوع ده، وهيتعاقب على حاجات هو ما عملهاش. لا، ومهما قال مش هيتصدق ابدا، مهما عمل عمره ما هيتصدق. هيفضل طول عمره محطوط في الخانه بتاعه هذا الطفل الكذاب، هذا الطفل اللي بيعمل شقاوه. اي كارثه سودة حصلت في اي مكان هو مش السبب فيها، هيبصوا عليه ويقولوا هو ده موجود في المكان، يبقى اكيد هو عمل. احكام مسبقه فور ايفر. ومهما حاولتي تحسني الموضوع ده مش هيتحسن في نظر عيلتك ونظر اهلك ونظر اللي انت اشتكيتي له منهم. ما تشتكوش يا جماعه، ما تشتكوش. احنا عايزين نربي عيال سويه، عايزين نربي عيال شاطره، عايزين نربي عيال جميله. ما تشتكوش من فضلكم. شكرا.